أنا عايز أطمنكم، إحنا محروسين زي ما بيقول الكتاب. أنتم محروسون بقوة الله. إحنا اختبرنا في مرات كتيرة قد إيه نبقى فيه ظروف صعبة ونلاقي اللي بيقول له يا رب ليست فينا قوة ولسنا نعلم ماذا نعمل، لكن نحوك أعيننا. في حاجات ما نعرفش نعمل ايه، وانا ما اتمناش ان ربنا يعرض حد من بناتنا في مصر ولا ستاتنا في مصر ابدا لكده، لكن اذا حدث هذا يخليني انا وانتم نبكي بدموع في مخادعنا ونقول يا رب خطيتنا خلتنا نعيش في زمن نشوف فيه هذا، فارحمنا. ووقت الصيام وقت الصلاة انا منكرش ان انا لما قريت الحاجات دي قعدت ليلتين مش عارف يعني استجمع فكري. حتى في وقت الصلاة كان كل اللي شاغلني اللي حصل معاهم كده، ازاي ربنا يجبر خاطرهم وبأهلهم، لان دي بتبقى حاجة تقيلة. انتوا حولوا الانزعاج او الانشغال الى صلاة، وثقوا في حراسة الله. ونصيحة لكل اولادنا وبناتنا، الحاجة اللي تقدروا تقضوها قبل ما الدنيا تليل اعملوا معروف اقضوها. الدنيا تليل احنا مفروض نبقى عندنا حكمة، وهذا الكلام لا في كبير ولا في صغير، لا في راجل ولا في ست. يعني الرجوع بدري يخلي الواحد حتى يدخل اوضته يعرف يصلي، يعرف يقرأ الكتاب، يعرف يصحى بدري، يتكلم مع ربنا بدري. لكن التأخير بره بدون ضرورة امر نرجو ان نراجع فيه انفسنا. وايضا ارجو ان احنا في ثيابنا وفي مشينا نكون نموذج لأولاد الله. انا مش بلوم حد، لكن بقول ياما من على منبر هذه الكنيسة اسمعني الرب واياكم صوته، خاصة بامور كثيرة في اللبس والثياب والمكياجات والذهب والكلام ده كله، وكنا نقول فيه احنا لازم نكون ولاد لربنا حتى في ثيابنا. فليعطينا الرب ان نرفع في الوجوه في حضرته، ولا يخزي وجوهنا مرة اخرى بوجود هذا على ترابنا في مصر. نصلي جميعا اثناء الصوم من اجل هذا، والهنا سامع الصلاة يطمئنكم انه موجود وحي ويحرسنا بقوته لا بامكانيات. انا عايز اطمنكم، احنا محروسين زي ما بيقول الكتاب. انتم محروسون بقوة الله.